السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده هنعمل مع بعض شوية محشي. الجو ايه مغيم كده في شتاء، المحشي ده بيدفي ويكون سخن كده مولع. يلا بينا نسمي الله، يلا بينا. انا عندي هنا 3 بصلات كبار مسكتهم قطعتهم، لسه ما حطيتش حاجة على النار. المحشي النهارده هيكون متميز وبطريقة مختلفة خالص، طريقة ني في ني. بحط كل حاجة فوق بعضيها وهتشوفوا مع بعض. سهل وبسيط وبيخلص في 10 دقايق. انا عندي هنا البصلة بتاعتي قطعتها، وعندي هنا كمان طماطم. هحاول اقرب لكم كده الكاميرا. وعندي طماطم، الطماطم دي مسكتها غليتها، وبعد ما استوت ضربتها في الخلاط. تمام، كل حاجة عندي فوق بعضها. البصلة نية، وادي الطماطم اللي مضروبة ومرة بسوا. اسويها الاول وبعد كده اضربها في الخلاط كده كله على بعضه. والخضرة بتاعتي خرطتها كلها كده زي ما انتوا شايفين اهو. تمام، وعندي هنا 2 ماجي معاها، كل حاجة مع بعضها كده. حطينا 2 ماجي. وعندي بهارات لحمة، بهارات لحمة معلقة من المعالق الصغيرة. موجود عندي هنا معلقة هريسة، شطة حمراء، قرن فلفل اخضر، فلفل اسود، ثوم، ملح، كمون، على كزبرة، على بابريكا. كل ده هضربه مع بعض واوريهولكوا بعد ما اضربه. ضربت كل الخليط بتاعي كده، الثوم على الدقة على الهريسة على الفلفل الاسود على كله. اضربيه في الكبة ماشي، ادوقيه في الهون ماشي، زي ما انت حابه. كمان حاطه ملح كده. كل حاجتي تمام تمام. هبتدي اقلب بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حاجه كده بحيث ان كله يندمج مع بعضه وكله يدوب مع بعضه. الدقه بالمرقه اللي احنا حاطينها والخضره والبصل كله تمام. معلقه سمنه. انا عندي السمنه بتاعتي سمنه كريستال اهو. بس كده حلو قوي. سمنه كريستال حطينا 3 معالق وكده. ايه بقت الخلطه بتاعتنا جاهزه ان انت تحشي بيها اي محشي. مش فاضل معانا غير الرز ان هو يتغسل. حابه تدوقيها تشوفي ان هي مالحه عدبه، تدوقي كده. بالنسبه لي انا محتاجه شويه ملح. كمان لو حابه تحطيها على النار تغلي كمان غلوتين مفيش اي مشكله، بس من غير رز. يعني تغلي معاكي من غير الرز كده. الدنيا بتاعتنا تمام. ابتدي بقى اغسل الرز كده. الله ينور. اغسل الرز بقى وارجع لكم. بصوا بقى يا حبايبي، مسكت الكوسه والبتنجان قورتهم وخليتهم زي الفل ونقعتهم في ميه كمان. وعندي هنا نص عصبان حطيت عليه خل وملح ومرطتهم كويس وغسلتهم وركنتهم على جنب. ودي كرنب كنت مخزناه، طلعت كيس يفك. طبعا هو لسه مجمد، هيفك معايا وهحشيه. خلاص كده حاجتي كلها جاهزه. هبتدي بقى اغسل الرز عشان احطه ايه على الخليط بتاعي. نجيب الرز بتاعنا كده نسمي الله. جبت الرز وغسلته، شايفين زي الفل اهو، مش اي حاجه، مصفياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكميه بتاعتي على قد ايه الاكل اللي انا هعمله. يعني انا مثلا عندي نص هنا عصبان، وعندي كيلو كوسه وكيلو بتنجان، فالعصبان هياخد حوالي نص كيلو، والكوسه والبتنجان ما يقارب من كيلو، كيلو الا ربع. وعندي ورق الكرنب
قولوا كمان هياخد له بتاع ربع كيلو، يعني دخلنا في 2 كيلو رز. انا فعلا غسلت 2 كيلو رز واقلبهم كده على الخلطه بتاعتي. هو كده ايه جاهز للحشو، ما اخدش معانا حاجه وني ما يتعبناش، حاجه تبقى زي العسل. الكوسه بتاعتك بتاخديها تحشيها عادي وانت واقفه كده او وانت قاعده، تمام اهي. عايزه تحطي لحمه مفرومه تمام، عايزه تعملي اي حاجه فيه محدش هيقولك انت بتعملي ايه. الكوسايه ما بتتحشيش للاخر، البتنجانيه بتسيبي فيها حته عشان لما الرز يستوي هيطلع بره. شايفين اهو قيمه عقله سايبها لها عشان لما الرز يستوي ويطلع بره، فالحله بتاعتك ما تبقاش مليانه رز، تبقى نظيفه والكوسه بكوستها كده تمام. والبتنجانه نفس الكلام، البتنجان اهو برضو بتدخلي كده وتزقي بصبعك اهو زي ما انت شايفه. برضو ما بملاهاش كلها بحيث ان الرز الني هيستوي فهياخد معايا حيز تمام، فيقوم ايه تسيبي له مساحه ان هو يستوي ويطلع من بره، لان لو مليتيها على الاخر هيجي يستوي هتلاقيه طالع بره البتنجانيه وتلاقي الحله بتاعتك مليانه رز. طب انا مش عايزاها مليانه رز، انا عايزه الواحده بوحدتها كده تبقي ما تملاش على الاخر كده. بقى انا هخلص الكميه دي وارجع لك عشان ما اطولش عليك. والعصبان نفس الكلام بقطعه بالسكينه واحشيه. العصبان بتاعي بقطعه بالسكينه حتت صغيره كده على قد الصبع واحشيه اهو. طبعا غسلينه ومخلينه زي الفل. بحشيها ومش بملاها، بخليها يا دوبك كده ايه خفيفه عشان ما تزورش وتفرقع مني. يلا بينا. اول حاجه خلصناها صينيه الكوسه بالبتنجان. هنحط بقى الميه بتاعتها. انا ولعت على الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى مرقه من المرقه بتاعت الشوربه دي. بسم الله. دي طبعا شوربه مرقه فراخ، هحط عليها كده تستوي بيها وتديها طعم حلو. بس كده كده بقى تستوي براحتها وتبقى زي الفل. اولع عليها كمان الفرن عشان بعد ما تاخد نص سوا هنا نحطها في الفرن. يلا بينا نكمل بقى بقيه المحشي. بصوا بقى يا حبايبي، دي الحله اللي احنا سبكنا فيها زي ما هي كده، وعندنا المرقه بتاعت الشوربه هناخد نصها، ودي كده خلاص ايه شويه وهدخلها في الفرن. انا مولعه الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الحله سخنه مولعه، يجيبوا حاجه كده نمسكوا بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي يا رب كده ايه نص الكميه بتاعتي، والنص التاني هزوده ميه وابتدي بقى ايه احطها في الميه. عايزه بس اقلب الكوسه دي كده كده. بحيث كلها تبقى ايه متقلبه. اجيب بقى ميه وازود عندي بقى المرقه بتاعتي عشان اسلق فيها الكميه بتاعتي. هزود ملح فلفل اسود وهحط 2 حبهان عشان الزفاره. الحبهان هيخلي مفيش زفاره خالص. مكعب مرقه عشان الرز يبقى طعمه حلو. كل ده في العصبان اللي هنسلقه تمام كده.
يلا بقى ندخل حبيبتنا دي في الفرن كده ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا كده زي ما انتوا شايفين. نقفل عليها بقى ونسيبها. نجيب بقى الحلة بتاعتنا الحلوة دي على عين الكبيرة كده، هنشيل دي نحطها على عين الصغيرة بس كده. هنا بقى هنبتدي نجيب العصبان اللي احنا حشيناه. مجرد المية بتاعتي ما تغلي هسقط بقى العصبان بتاعي. بصوا بقى يا حبايبي، بتمسكوا العصبانية بالشكل ده ومش مليانة قوي اهي، تعملوا كده هي بقى تقفل لوحدها اهي زي ما انت شايفة كده. الواحدة مش مليانة خالص، يا دوبك حاجة بسيطة عشان ما تفرقعش مني اهي. بالراحة كده، واول ما تحطيها هي هتقفل مع نفسها وهتستوي وهتبقى زي الفل. شايفين خلصنا الكمية بتاعتنا بقى. هنشيل دي ونغطي عليها ونسيبها لحد ما تستوي، وهوريها لكم بعد ما استوت هي عاملة ازاي. نشوف كده بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده ايه الدنيا ايه، حاجاتنا استوت ولا لا. طب احنا عايزين نعرف هو استوى ولا لا، نعرف ازاي؟ تجيبي دبوس نضيف او ابره وتغرزي فيه، دخل في الدبوس يبقى تمام، يعني الدبوس دخل فيها تبقى تمام. لسه مش هيخش بسهوله، هيبقى صعب شويه. خلاص اخدنا واحده اهي، صفينا الميه، الدبوس دخل كده استوى تمام. تمام نركنها بقى على جنب. بسم الله. ونجيب الحله بتاعت المحشي بتاعتنا الصغننه، انا مش عامله كتير عشان مش حد بياكله غيري. خلاص حله صغننه كده هجيبها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط لها بقى ايه، حبه شوربه كده صغننين على قدها تستوي بيهم، ومعلقه سمنه بس كده، مش عايزين اكتر من كده. اول ما تستوي هنحط معلقه السمنه، نبتدي بقى ننشل العصبان بتاعنا. بس الاول نغطي الحله الصغننه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. غطينا الحله الصغيره، ننشل بقى العصبان بتاعنا بمعلقه كده. بسم الله. شايفين طالع عامل ازاي زي الفل. كده بقى تمام، عايزه اتحمر على طول. على عين التانية كده واحنا واقفين برضو هنحمروه. ملحوظة، احنا ليه بقى بنطلعه من المية مش بنسيبه في المية؟ لانك لو سبتيه في المية هيفرقع. هيفرقع يعني ايه؟ يعني هينزل كل الرز اللي فيه وهيفضي. كده احنا تمام. نشيل المية دي بقى خلاص ملهاش لازمة. ان دي مية ملهاش اي لازمة. ونبتدي بقى نحمر على العين التانية كده ايه العصبان بتاعنا.
بس الاول عايزه احط حته سمنه هنا الصينيه بتاعتي عشان السمنه تديها طعم حلو وتحمر لي الوش. الصفن بتاعنا شايفين عامل ازاي. بس كده نحط بقى ايه معلقه السمنه كده على الوش كده، من هنا كمان حاجه بسيطه بس كده. طبعا احنا ايه نقلب الكوسايه وندخله الفرن ياخد بقى الوش بتاعه يبقى 10/10. لو عندك ورق فويل بقى غطيه بورق الفويل يستوي معاكي بسرعه، مش هيحتاج انك تقلبيه. انا للامانه ورق الفويل اللي عندي خلص، حتى شايله العلبه عشان اجيب نفس النوعيه اللي عندي لانها كانت نوعيه نظيفه. خلاص مجرد ده ما ينقلب التانيين هينقلبوا بسرعه. ايوه البتنجان مستوي بس عايز ياخد وش. لما بيتحمر بقى بيبقى ايه يعني خرافه، الفرن هو اللي هيحمره. بس كده شايفين قلبناه بكل سهوله والواحده بوحدتها. يلا بقى ندخله الفرن تاني بعد معلقه السمنه دي هتشوفوه ايه روعه. بس كده تمام. نجيب بقى الطاسه بتاعتنا كده عشان نحمر. بسم الله. حطينا كده دول نجرب بقى كده. كده احنا خلصنا العصبان وحمرناه، شايفين شكله عامل ازاي. تمام. هنيجي بقى نشوف المحشي بتاعنا ونشوف اللي في الفرن. نشوف اللي في الفرن الاول. اول حاجه اللي في الفرن نطلعها كده ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما شاء الله شايفين الصاج عامل ازاي. شايفين بسم الله ما شاء الله عليه. الكيسه كده ايه عشان اوريه لكم. نجيب ده هنا نجيب ده هنا. عايزه اوريكم الصاج عن قرب. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الفرن بيعمل فيه ايه. بصوا كده ايه رايكم بقى. شايفين مستوي ازاي وزبده زبده. واو بجد حاجه كده تفتح النفس، حاجه كده تفتح النفس. شايفين عامل ازاي بيجري في الصاج اهو، مفيش حاجه لازقه معانا. الدنيا كده بتاعتنا تمام وحلوه. ماشي والعصبون بتاعنا كده تمام وحلو. تمام. نشوف بقى ايه محشي كرنب. الحبه اللي انا عاملاهم ليا شوفوا بقى كده اخبارهم ايه. ريحتهم طالعه حلوه. يلا نغرف بقى، يلا نغرف في الاطباق. كده بقى نكون خلصنا. فضيت الحله الصغيره نكون خلصنا المحاشي بتاعتنا. شايفين حاجه كده عظمه على عظمه. يا رب يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.